السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. اجابه على بعض الجزائريين وكذلك السلطات الجزائريه اللي خلقت هذا المشكل بين المغرب والجزائر وبين الشعب الجزائري والشعب المغربي. حاليا تنسمعوا بان المغرب هو اللي دخل الكولاسه، القجاع، المخزن هو اللي خسر المنتخب الجزائري، هو اللي طيح. اخوتي راه كلشي باين، ما عندكمش حاليا المنتخب الجزائري ما عندوش في رجليه، ما كاينينش ولا تغروا حنا نديرو راه تيقول لك هذاك العود اللي تحقرو تيعميك. موريتانيا حقرتوها راه عماتكم صافي وصيفطتكم رجعتكم الجزائر. المشكل العويص هو ان الجزائر وليتو عرفتي شنو هو الشعب. كاين بعض، ما تنهضرش على الشعب كامل، كاين بعض افراد قليله من الشعب اللي تبعوا واحد الاعلام ديال السلطات ديالهم، وخلقوا هذا المشكل بين الدولتين وبين الشعبين. الوغ كو هذا ولاو يهضروا بشي حوايج اللي لا علاقه لهم لا مع الدوله الجزائريه، لا مع الشعب الجزائري، لا مع حتى شي حاجه. واحد جوج الناس في الجزائر عباد الله، جوج الناس. عندك الرئيس الجزائري وشنقريحه داروا اللي عمرو ما دار في العالم كامل. جوج الاشخاص كرهوا شعبين بعضياتهم خوت، بعضياتهم كرهوهم، بعضياتهم داروا خلقوا الفتنه. هاد جوج ديال الناس. الشعب المغربي راه تيحب الشعب الجزائري، راه حنا خوت كما تنقولوا خوا حنا ماشي خوا فوق من خوا. ولكن المشكل هو ان بعض الاشخاص اللي موجهين اللي ربما تيتقاضوا واحد الاموال من السلطات الجزائريه، راه عندهم واحد الافكار رجعيه. هاد الافكار هذه اللي غتحطم الجزائر، ما تحطمش المغرب، لان المغرب غادي وخدام. المشكل هو الجزائر دابا حاليا راه ولات اضحوكه في العالم، اضحوكه في العالم. ما فهمتش انا واش هذا الرئيس الجزائري ولا هاد شنقريحه، واش السلطات الجزائريه، واش عندكم المستشارين ديال كل واحد يكون عنده مستشار ديالو اللي ينبهوا ليه يقول ليه اش دير واش دير. انا ما تنظنش الرئيس الجزائري عنده مستشار، ما نظنش. والفكره ختاما انا نقول لكم واحد الحاجه، خوتي الجزائريين، والله كون خليتوا المنتخب الجزائري بلا تدخل لا ديال السلطات لا ديال هاد الاعلام ديالكم، كون خليتوا هاد المنتخب يخدم كما قال ليه المدرب ديالو بالماضي، والله العظيم حتى يمشيو بعيد. ولكن التدخلات ديالكم والهضره ديالكم والمغرب والمخزن والقجاع راكم خليتوهم يرجعوا، ماشي ما يقدروش يخدموا، ما يقدروش يلعبوا، ما مرتاحينش. واللاعب باش يكون ما مرتاحش في اللعب ديالو راه والله ما يدير شي حاجه. حاولوا نقول لكم واحد الحاجه، المغرب راه بحال تضرب في واحد الحيط ديال البيطون، راه قاصح، راه ما عندك ما تصور من عنده، حاجه واحده اللي غنقولها لكم، راك ما توليو اضحوكه اكثر من اضحوكه في العالم، وغتبقاو واحد الدائره تتبقى تصغار عليكم، تبقاو مجموعين بوحدكم في العالم اللي حتى واحد ما يبقى يتصرف معكم، حتى واحد ما يبقى يتعامل معكم. وتبعوا لي هذوك البقره الحلوب وهذوك حوتالات ديال المجتمع الجزائري، تبعوهم راه يخرجوا عليكم. تحياتي.